تواصل قناة الجزيرة اليوم وضمن نشراتها الإخبارية بث سلسلة التقارير الخاصة التي أعدها مراسلون جامع نور من إقليم أوغادن الذي يعرف باسم الصومال الغربي، وتعتبره إثيوبيا الإقليم الخامس فيها، وأغلبية سكانه مسلمون من أصول صومالية. في عام 1954 قامت إثيوبيا بضم أوغادن الذي كان جزءا من الصومال الكبير، وفي الفترة بين عامي 64 و 67 اندلعت حرب بين إثيوبيا والصومال بسبب السيطرة على الإقليم. وفي عام 77 تمكن الجيش الصومالي من السيطرة على أوغادن، وبعد ذلك بعام هزمت قوات إثيوبيا الجيش الصومالي واستعادت سيطرتها على الإقليم. وفي عام 84 تأسست حركتان هما الحركة الوطنية لتحرير أوغادن والحركة الوطنية لتحرير الصومال الغربي، وقد أدت هزيمة الجيش الصومالي إلى مطالبة سكان أوغادن بإقامة كيان مستقل لهم. تسود الإقليم حالة من التوتر بسبب استمرار الاشتباكات بين سكانه والجيش الإثيوبي. في التقرير التالي كاميرا الجزيرة أول وسيلة تلفزيونية تصل إلى معاقل الجبهة الوطنية لتحرير أوغادن، واحدة من أبرز الحركات المسلحة التي ترفع السلاح في وجه إثيوبيا. الجبهة الوطنية لتحرير أوغادن انطلقت عام 84 من القرن الماضي كحركة سياسية لاسترداد ما تعتبره الوطن المسلوب، إقليم أوغادن الذي تسكنه غالبية صومالية. لكن وبعد سقوط حكومة منغيستو وتولي جبهة EPRDF زمام الحكم في إثيوبيا، لاحت في الأفق تسوية سلمية حول مصير الإقليم على غرار إريتريا، إلا أنها لم تدم طويلا. نحن والحزب الحاكم في إثيوبيا كنا في خندق واحد ضد نظام منغيستو، إلا أنهم بعد أن وصلوا سلطة الحكم غدروا بنا وتملصوا من كل العهود التي أبرموها معنا. يصعب أن تحصل على رقم يبين عدد عناصر قوات الجبهة، لكن وكما رأينا يزداد عددهم يوما بعد يوم، ويتم تدريبهم على أيدي القدماء من مقاتلي الجبهة. وتتهم أديس أبابا نظام أسمرة بتقديم السلاح والتدريبات العسكرية لهم، اتهام تنفيه الجبهة بشدة. تمثل فئة الشباب الذين لم يكملوا عقدهم الثاني غالبية قوات الجبهة، وللبعض قصصهم الخاصة في اختيار درب الحرب والقتال، مثل هذا المقاتل الذي انضم إلى صفوف المقاتلين بعد أن قتلت القوات الإثيوبية 3 من إخوته ووالديه كما يقول، لكنه هو الآخر لم يعمر طويلا. فبعد أيام من لقائنا معه أبلغنا أنه لقي مصرعه في إحدى المواجهات بين القوات الإثيوبية والجبهة. حكومة الغابات حاليا والمدن والقرى مستقبلا، هكذا يصفون أنفسهم، وهم يقطعون المسافات الطويلة كل يوم وسط هذه الأدغال التي قلما وطئت بعضها قدم إنسان. وبمنع عن أعين القوات الإثيوبية يعقدون اجتماعاتهم ليخططوا في فترة وجيزة ما يمكن إنجازه خلال عدة أشهر. عبد الكريم شيخ عثمان القائد الأعلى لمقاتل الجبهة تعتبره الحكومة الإثيوبية رأس الأفعى وتسعى للتخلص منه بكل الثمن، بينما يعتبره مقاتله قائدا موهوبا. أعلم أن هؤلاء يكرهونني ويكرهون شعبي، وخلال كفاحنا ضد ظلمهم عرف بعضنا البعض، وأحب أن يعوا شيئا واحدا، هو أن قتلي لا يضع حدا لهذا الكفاح المشروع الذي سيستمر إلى أن ينال هذا الشعب حريته. ما يفوق 60 عاما ولا يزال السلاح هو الوسيلة الأفضل لدى هؤلاء في استرداد ما يقولون إنه حقهم المشروع. وإلى أن تنتهي الأزمة تبقى هذه الغابات بجمالها الساحر في انتظار كل جديد قد لا يريح أهلها. لا وقف لإطلاق النار إلا بخروج القوات الإثيوبية، تقول الجبهة الوطنية لتحرير أوغادن. لا هدوء ولا تقدم للإقليم إلا باجتثاث جذور هذه الجبهة، تقول الحكومة الإثيوبية. وبين هذين الموقفين المتناقضين يظل مصير هذا الإقليم على موعد مع كثير من التوتر والمعاناة الشعبية. جامع نور، الجزيرة، عاد أوغادن.